ده شيلدون، عنده 9 سنين بس طفل عبقري جدا وذكي جدا، ومخه أكبر من سنه، وعشان كده هيخش على أولى ثانوي على طول. عيلة شيلدون بقى مكونة من أبوه جورج مدرب الكورة في المدرسة الثانوي، وأمه ماري ودي أكتر واحدة بتحبه وبتهتم بيه، وأخته التوأم ميسي اللي مستوى ذكائها لا يتعدى الصفر، وأخوه جورجي الغبي اللي في أولى ثانوي ومتضايق جدا إن شيلدون هيبقى معاه في نفس الفصل. شيلدون ده بقى مؤدب جدا وبيتبع القوانين وبيخاف من الجراثيم لدرجة إنه بيغسل إيده أكتر من 1000 مرة في اليوم، وما بيلمس إيد أخوه من غير جوانتي. وأول يوم راح فيه المدرسة قعد يطلع في الطلبة والمدرسين القطط الفطسة، قعد يقول للأبلة على فكرة البنات مش ملتزمين بالزي المدرسي والولاد هدومهم مقطعة، وانتي كمان يا أبلة ما بتفهميش حاجة في الرياضيات، ادوكي شهادة ازاي أصلا. وده كله لأن مستوى ذكائه أكبر من مستوى ذكاء أي حد في المدرسة أصلا، وده خلى كل اللي في المدرسة يكرهوه. بس أبوه قعد معاه وفهمه إن ده ما ينفعش يا شيلدون، ما ينفعش تقعد تنتقد الناس، خليك في حالك وسيبهم هما كمان في حالهم، وركز انت في دراستك ومذاكرتك. بس كان في مشكلة بتواجه شيلدون، إنه ملوش صحاب. بس شيلدون ما كانش متضايق من الموضوع ده، اللي كان متضايق منه هي أمه، لأن حست إن ده هيأثر على نفسية ابنها وممكن يوصله للاكتئاب. فعشان شيلدون يطمن أمه ويعمل الحاجة اللي هتبسطها، حاول إنه يتعرف على أي أصدقاء، بس كل اللي في المدرسة كانوا أكبر منه ومعرفش يتواصل مع أي حد منهم. ولما جه يتواصل مع عيل من سنه حس إن دماغه في البلالة خالص، فراح المكتبة وحاول يجيب كتاب يتعلم منه إزاي يتعرف على صديق، وبرضه ما قدرش يتعرف على حد، لحد ما بالصدفة اتعرف على واحد فيتنامي اسمه تام ملوش أي أصدقاء، وأمه كانت فرحانة بيه جدا وحست إن أخيرا ابنها بقى طبيعي زي خلق الله. دي بقى ميمو، ست الأطفال، بس مضيعة كل فلوسها على الخمرة والقمار، وبنتها ساعات بتحتاجها عشان تهتم بالعيال لو كانت خارجة هي وجوزها. وفعلا في مرة جوزها جاتله أزمة قلبية فراحت تنقله على المستشفى، وخلت ميمو أمها تيجي تاخد بالها من العيال، بس شربت لحد ما نامت، وجورجي سرق منها المفاتيح بتاعت العربية، وخد شيلدون وميسي وحاولوا انهم يروحوا لابوهم المستشفى. وميمو ما فاقتش غير على تليفون ماي وهي بتطمن على العيال، وبعد كده لقت العيال سايبين لها رسالة انهم راحوا المستشفى، فطلعت تجي عشان تلحقهم، ووصلت قبلهم المستشفى لان جورجي ما كانش عارف يسوق اصلا، وما قالتش لامهم على حاجه، وقالت لها انهم كانوا جايين مع بعض، واتفقت مع العيال انها هتجيب لهم اللي نفسهم فيه بس محدش يفتن عليها انها نامت وسابتهم يسوقوا العربيه لوحدهم. بعد كده شيلدون وهو بياكل الفطار الصبح حته هوت دوج وقفت في زوره، وحس انه هيموت خلاص، لحد اما ابوه قدر يطلعها منه. بس من ساعتها وشيلدون قرر انه مش هياكل اي حاجه صلبه ممكن تقف في زوره وتموته، لانه عنده انجازات في حياته محتاج يحققها، وبقى عايش على العصاير والزبادي، لحد اما امه خدته عند دكتور نفساني، والدكتور قعد مع امه وابوه لوحدهم عشان يفهم الحاله. وفضل شيلدون قاعد لوحده بره وقعد يقرا في مجلات السوبر هيروز، وحس انه حب العالم ده قوي، فقام ساب العياده وراح مكتبه للمجلات دي عشان يقرا فيها اكتر. وهناك قابل الواد صاحبه اللي اسمه تام، وقعدوا يقروا في المجلات دي، وامه وابوه طلعوا ملقوهوش وقعدوا يدوروا عليه. وامه كانت خايفه لا يحصل له حاجه، على عكس ابوه اللي كان زعلان على $50 اللي دفعهم للدكتور وضاعوا على الفاضي. وشيلدون لقى تام بياكل جيلي كولا صلبه كده، وبعد ما تشجع شيلدون قام خد واحده وحطها في بقه، ومن ساعتها ما بقاش خايف من الاكل الصلب. ولما يرجع البيت لقاهم بلغوا البوليس، بس الحمد لله عدت على خير. تاني يوم بقى وهما بيتفرجوا على ماتش كورة، شيلدون قعد يكلمهم في الإحصائيات وكلام في الرياضة عن الكورة، فأبوه عجبه الكلام وخد برأي شيلدون ونفذ إحصائيات ابنه على الماتش اللي كان بيلعبه، وده خلاه يكسب الماتش. وبقى شيلدون على طول بيساعد أبوه في إحصائيات الماتشات، وخلاه يكسب كل الماتشات اللي لعبها، وده خلى شيلدون يبقى مشهور في المدرسة، وكل اللي في المدرسة حبوه وقعدوا يسلموا عليه ويشيلوه. بس هو ما كانش بيحب كده، وكمان ميمو كانت بتستغله في موضوع المراهنات اللي بتخشها وتخليه يكسب لها كل المراهنات من خلال إحصائياته، وده أثر بالسلب على مذاكرته وخلاه ينقص درجتين مرة واحدة في امتحان الرياضة.
فما كانش قدامه حل غير انه يركز في مذاكرته بس عشان يعمل كده كان محتاج حد يدعمه في مواجهة ابوه وسته. وقام يروح قال لامه الكلام ده، وامه هي اللي هزقت ابوه وبعدته عنه، وكمان بعدت امها عنه عشان شيلدون يقدر يركز في مذاكرته ويبقى شاطر. ولحد كده بتخلص الحلقة الخامسة. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وادعمني بكومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعبني بكومنت عشان ابطل.